المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية عطرة نزفها إليكم من الفضائية الإريترية، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نستهل النشر كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء ذكرى يوم البيئة العالمي على مستوى البلاد في أسمرة. صيانة الطريق المؤدي إلى بامبيقو بمديرية دبروة. مدرسة حقات الزراعية الفنية تخرج دفعة من طلابها. الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة. ترامب وبوتين يبحثان النووي الإيراني والرد الروسي على هجمات كييف. والناتو يطلق أضخم مناوراته في بحر البلطيق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم إحياء يوم 5 يونيو يوم البيئة العالمي تحت شعار فلننهي تلوث البلاستيك على مستوى البلاد في قاعة إدارة الإقليم الأوسط في العاصمة أسمرة. وذكر وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبرسلاسي في الكلمة التي ألقاها في الحفل الذي حضره كبار مسؤولي الحكومة والجبهة ومندوبي الأمم المتحدة في إريتريا على المياه الصالحة للشرب، خاصة أن المنطقة تفتقر لطرق المواصلات من وإلى بامبيقو، كما تم حل المشكلة ببناء سد في العام الماضي. وأضافت الأنباء أن السد تمكن من جمع كمية كافية من المياه جراء الحصول الجيد للأمطار في صيف العام الماضي. تقع بامبيقو على بعد 50 كيلومتر شمال غرب دبروة. خرجت مدرسة حقات الزراعية الفنية يوم 3 يونيو 231 طالب بدرجة الشهادة بعد دراسة لعامين، وذلك للمرة 24. تلقى المتخرجون التعليم في مجالات الميكانيكا الزراعية وعلم الحيوان والنبات وحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية. وقال مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهان إن الأهداف الرئيسية للمدرسة هي زيادة الإنتاج الزراعي ومكافحة التصحر وضمان الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وحل مشكلة مياه الشرب النظيفة في قرى المنطقة وتلبية احتياجات الشعب، وحث الطلاب على العمل من أجل تطوير الزراعة بالمعرفة التي اكتسبوها. ودعا المدير العام لقسم التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم المتدربين، دعاهم إلى تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية من خلال العمل وأن يكونوا قدوة حسنة. وأكد ممثلو الخريجين أنهم سيساهمون في زيادة الإنتاج الزراعي. في كلمته الختامية قال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى إن الكفاءة المهنية القائمة على العلم أساس كل شيء. وقدمت في المناسبة الجوائز للمتفوقين. هذا وقد خرجت مدرسة حقات الزراعية والتقنية التي بدأت خدماتها عام 1999 مع مجموعه 3346 طالب حتى الآن. تلقى 305 طالب بينهم 94 طالبة من كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في أي دورة تدريبية ل3 أشهر، شمل تدريب التصوير والمونتاج والجرافيكس وتكنولوجيا الحاسوب وتركيب أطباق الاستقبال. وأوضح عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هايلا ماريام في مناسبة التخريج في 3 يونيو، أوضح بأن التدريب جزء من جهود الكلية لتنمية مهارات الشباب الكفء والطموح. وقال سكرتيرة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيدة عجستي أوباي إن الاتحاد يخرج العديد من الطلاب كل عام وسيستمر في القيام بذلك في المستقبل. وذكر مسؤول المشاريع في فرع التعليم العالي وساوى السيد ميرون أبراهام أن من المتوقع أن يحدث الخريجون تغييرا إيجابيا في أنفسهم وبيئتهم من خلال التدريب المهني الذي تلقوه. وتلقى 930 طالب وطالب التدريب المهني في الكلية منذ عام 2023. أفادت جمعية مربي النحل في مديرية مندفرة في اجتماع عقد في 4 يونيو بأن جهودها لزيادة إنتاج العسل العام الماضي قد أسفرت عن نتائج مشجعة.
وأوضح رئيس الجمعية السيد ولد جبريل هبتي أن الإنتاج كان جيدا نسبة لأن خريف عام 2024 كان ممتازا من جهة وموارد الأشجار كانت وفيرة من جهة أخرى. شهد الدكتور عبازقي كفلي مسؤول فرع الثروة الحيوانية بالإقليم الجنوبي بجهود النحالين وحثهم على توفير مكان لعرض منتجاتهم ليستفيد منها الشعب. وحث المشاركون على توفير خلايا نحل حديثة ومعداتها بأسعار مناسبة لتطوير أنشطتهم وتنظيم دورات تدريبية لتعزيز معارفهم. اختتم في الأول من يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية في مدينة قندع الذي استمر لمدة شهر تقريبا، واشتمل على أنشطة ثقافية وتعليمية ورياضية تحت شعار وعي الشباب وتنظيمهم هو ضمان التطور والنضال. وصرح الشاب سالم محمد القائم على الأسبوع الشبابي بأن البرامج تهدف إلى تهيئة بيئة تمكن الشباب من تعزيز لياقتهم البدنية والعقلية من خلال اختبار قدراتهم وميولهم وتبادل الخبرات. وشكر الشاب صالح الدين علي مسؤول مكتب اتحاد الشباب والطلاب في مدينة قندع كل من ساهم في نجاح هذا الحدث. وذكر مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى والشاب سليمان يوسف مسؤول قسم السياسات والتنظيم الشبابي في اتحاد الشباب والطلاب بإقليم شمال البحر الأحمر الاتحاد بضرورة العمل المشترك لتعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالمهن. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أثار استخدام الولايات المتحدة الأربعاء لحق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي رفضا لمشروع قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود، موجة غضب وانتقادات حادة من غالبية أعضاء المجلس. وبررت واشنطن قرارها بأن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء النزاع ويرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إن النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه وأيضا بسبب ما لا ينص عليه، مشددة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. المشروع الذي قدم من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس حصل على تأييد 14 دولة مقابل اعتراض واحد الولايات المتحدة، ويمثل هذا أول فيتو أمريكي بشأن غزة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وثاني فيتو تستخدمه واشنطن في أقل من عام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت 1 ساعة و15 دقيقة، حيث تناول الطرفان قضايا دولية ساخنة من بينها الهجمات الأوكرانية الأخيرة على المطارات العسكرية الروسية وبرنامج إيران النووي. وبحسب ما نقل ترامب عن محتوى المحادثة، فقد أكد له بوتين أن روسيا ستقوم بالرد على الهجوم الأخير الذي نفذته كييف ضد عدد من القواعد الجوية الروسية، وقال إن الرئيس بوتين شدد على أنه سيضطر للرد على الهجوم الأخير على المطارات. وفي جانب آخر من المحادثة تطرق الزعيمان إلى الوضع المتعلق ببرنامج إيران النووي، مؤكدين ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن إمكانية تخصيب طهران لليورانيوم. من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين للوكالة الروسية تاس إجراء المحادثة الهاتفية بين الزعيمين دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول موقف الجانب الروسي. انطلقت من مدينة روستوك الواقعة شمال شرق ألمانيا أولى السفن الحربية المشاركة في التمرين العسكري واسع النطاق لحلف الشمال الأطلسي الناتو بالتوبس، والذي يجري سنويا في بحر البلطيق. ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو، إذ يشارك فيه نحو 50 سفينة وأكثر من 25 طائرة وما يقرب من 9000 جندي من 17 دولة. ومن المقرر أن يستمر حتى 20 من يونيو الجاري.
ويكتسب بحر البلطيق أهمية استراتيجية متزايدة خاصة في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وتعد روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي إلى عضوية الناتو. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. إحياء ذكرى يوم البيئة العالمي على مستوى البلاد في العاصمة أسمرة. صيانة الطريق المؤدي إلى بامبيق بمديرية دباروا. مدرسة حقات الزراعية الفنية تخرج دفعة جديدة من طلابها. الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة. ترامب وبوتين يبحثان النووي الإيراني والرد الروسي على هجمات كييف. والناتو يطلق أضخم مناوراته في بحر البلطيق. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الأضحى المبارك.